لو انت مرتبطه بشخص عايش في دور الضحيه ودايما بيجيب الغلط كله عليكي وانت مش عارفه تتصرفي معاه ازاي، انا هقول لك على نقطه صغيره لازم تركزي معايا فيها جدا. لايك ويلا بينا نبدا. النقطه هي مش معنى ان هو بيبين لك طول الوقت ان هو زعلان ان هو فعلا من جواه زعلان. المنطقي ان هو ممكن ما يكونش من جواه زعلان، بس بيحب يعيشك في الاحساس ده عشان تفضلي طول الوقت خايفه على زعله. هو هيبدا يعمل كده لما خلاص يضمن وجودك ويعرف ان انت طول الوقت هيبقى عندك هم انك تراضيه. فلو افترضنا مثلا ان هو زعلان بنسبه 10%، هيعمل لك فرح. والمشكلة كل ما هتحاولي تراضيه أكتر فأكتر هتلاقيه مش بيشبع، لا هو عايز تراضيه طول الوقت، هيخترع لك ويتحجج لك بمشاكل تانية علشان تراضيه بطريقة تانية. مفيش هنا غير حل واحد بس، إنك تسيبيه يتفلق. هو طبعا مش بالشكل ده، بس كل ما هو يخليك تحسي ان انت سبب في كل المشاكل ما تبرريش، ما تحاوليش تصالحيه بطريقه مفرطه. خليه يتفاجئ ان انت ما بقيتيش تبرري وما بقيتيش تراضيه زي الاول. هنا هو هيعمل حاجه ذكيه جدا، هيبين لك ان هو زعلان قوي قوي بقى، ممكن كده ايه يقفل كام يوم ما يكلمكيش، بس التصرف ده مبرره ان هو يضغط عليكي بطريقه تانية فيخليكي ترجعي تراضيه تاني زي الاول. فانت هنا بقى تثبتي على المبدأ، سواء قال لك كلام استفزازي، قال لك كلام استعطافي، عمل لك الصمت العقابي. وعندما يكتشف ان كل اللي هو بيعمله ده اصبح بلا جدوى وان انت فعلا من جواكي ما بقيتيش تصالحيه على حاجه انت مش غلطانه عليها، هيبطل يعمل جو الدراما كوين ده. من الاخر ما تنفخيش في الشخص اللي قدامك عشان ما يفرقعش في وشك.